السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه ستوري. يا رب تكونوا بخير. كنا اتكلمنا مع بعض في فيديو قبل كده عن أنواع خيوط الكروشيه وبجيبها منين وبكام. اللي لسه ما شافش الفيديو هيلاقي الفيديو دلوقتي فوق على الشاشة، وكمان هيلاقي اللينك بتاعه تحت الفيديو في الديسكريبشن بوكس. النهاردة إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين هنتكلم مع بعض عن أدوات الكروشيه المختلفة وأنواع الإبر، والمبتدئين يحتاجوا إيه عشان يتعلموا كروشيه. يعني لو أنت مبتدئة وعايزة تشتري ادوات عشان تتعلمي الكروشيه، اتفرجوا ايه على الفيديو ده، هيفيدكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشيروه مع اصحابكم عشان يستفيدوا زيكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة عن طريق الضغط على زرار الاشتراك او سبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو باللون الاحمر. كمان هيظهر عندنا الجرس، نفعل الجرس عن طريق اختيار الكل عشان اي ورشة بتنزل او اي فيديو ينزل على القناة يجيلنا اشعار بيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. طبعا اللي اتفرج على فيديو الخيوط هيبقى عارف ان انا بجيب الحاجة من شركة ماريوت، شركة الحاج احمد عبد الراضي. ان شاء الله في اخر الفيديو هتلاقوا صورة الكارت بتاعه عشان تتصلوا بيه وتسألوه على اي حاجة انتوا عايزينها. والاسعار اللي انا هقولها النهاردة لبعض الحاجات اللي موجودة قدامكم ممكن تروحوا هناك تلاقوا الاسعار اتغيرت، لان الاسعار بتتغير على طول. فتتصلوا بيه قبل ما تروحوا وتعرفوا الاسعار عشان ما تروحوش هناك تتفاجئوا ان السعر اتغير. بالنسبة للحاجات اللي انا مش هقول اسعارها فدي الحقيقة انا معرفش اسعارها بكام، ومعرفش اذا كانت متوفرة عنده ولا لا. في بعضها عنده وبعضها مش عنده، فانتوا تتصلوا بيه وتسألوه قبل ما تروحوا. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. اول حاجة هنتكلم عليها مع بعض هي الابر. طبعا ابر الكروشيه ليها انواع كتير جدا جدا. انا حاولت اجمع لكم النهاردة اكبر عدد من الانواع للابر اللي انا اعرفها، وكمان اللي هعرف اقول لكم اسعاره هقول لكم اسعاره وهقول لكم انا جايبه منين. تمام. هنبدأ مع بعض نعرض انواع الابر نوع نوع ونتكلم عليه ان شاء الله. اول نوع هنتكلم عليه مع بعض هو الابر الالومنيوم. بتيجي على شكلين زي ما احنا شايفين، وهي اشهر نوع في ابر الكروشيه. الشكل الاول منها اهو، الابر البيضة، تبقى الابرة كلها باللون الابيض وعليها رقم الابرة اهو زي ما احنا شايفين كده. الشكل التاني وهو الاكثر انتشارا الابر الملونة دي اهي بالشكل ده كده اهي. الإبر دي الألومنيوم بتبدأ من رقم 2 لحد رقم 12. أنا عندي الإبر المجموعة اللي عندي لحد رقم 10. الإبر دي أنصح أي حد مبتدئ في الكروشيه إن هو يتعلم بالإبر الألومنيوم. وعايز أقول على حاجة، الإبرة دي أصغر إبرة في المقاس أهي رقم 2 أهي، وأكبر إبرة عندي أنا رقم 10. كل ما الرقم بيكبر اهو كل ما الخطاف بتاع الإبرة أو سن الإبرة بيبقى أكبر بالشكل ده كده أهو. بتمشي ازاي؟ بتمشي 2 2 ونص، 3 3 ونص، 4 4 ونص، 5 5 ونص، 6 6 ونص. من أول رقم 7 لحد رقم 12 مفيش رقم نص، كلها أرقام صحيحة: 7 8 9 10 11 12 بالشكل ده كده. ده كان أول نوع معانا. هنشوف النوع التاني مع بعض. تاني نوع معانا هو الإبر الستانلس، ودي في منها نوعين. أول نوع أهو بيبدأ من رقم 0 لحد رقم 11. بس هنا الإبر الستانلس بتختلف عن الإبر الألومنيوم في إيه؟ الإبر الستانلس أكبر رقم فيها 0. يعني لو جينا بصينا على الإبرة رقم 0 هنلاقي الخطاف بتاعها أهو، ولو جينا بصينا على الإبرة رقم 11 هنلاقي الخطاف أهو. كل ما الرقم معايا بيكبر كل ما سن الإبرة بيبقى أرفع. الإبر دي بتستخدم في إيه؟ الإبر دي بتستخدم في شغل الأميجرومي، ولو حد مثلا بيشتغل كروشيه بخيط رفيع وعايز الغرزة تبقى ضيقة، خيطه يكون رفيع أوي، دي أنا منصحش المبتدئين إن هما إيه يتدربوا فيها في الكروشيه. الشكل التاني لو جينا بصينا أهو بيبدأ من رقم
اهو 6/10، وبعدين بتبدأ الأرقام تزيد اهو زي ما احنا شايفين كده. مش بس في إبر مقلوبة بعدلها اهو زي ما احنا شايفين كده بيبدأ الرقم يكبر. دي الإبر دي زيها زي الألومنيوم النوع ده، يعني 6/10 هي أصغر إبرة، وأكبر إبرة 1/9 أهي بالشكل ده كده. يعني نقدر نقول إن إبرة 1/9 بتكافئ إبرة رقم 0 أهي. الإبرتين تقريبا نفس السن تقريبا، وإبرة رقم 0 بتكافئ إبرة رقم 6/10. طبعا لو جيت بقى اتكلم معاكم عن السعر، دي شنطة فيها إبر ألومنيوم وإبر ستانلس، كنت جايبها ب60 جنيه. فيها 12 إبرة ستانلس اللي هم دول، وفيها 10 إبر ألومنيوم من أول رقم 2 لحد رقم 6.5، كنت جايبها ب60 جنيه. نكمل عن أنواع الإبر. هنتكلم دلوقتي عن النوع ده من الإبر، وهو نوع مش منتشر قوي. ده نوع من الأنواع بتاعت زمان، إبرتين في إبرة واحدة، كل إبرة بمقاس. يعني الإبرة دي أهي مقاس 3، والإبرة دي مقاس 4. بس الإبرة رقم 3 دي بتكافئ من الإبر الألومنيوم رقم 2.5، ورقم 4 بتكافئ من الإبرة الألومنيوم رقم 3 أهي. ودي الحقيقة أنا ما جربتش أستخدمها، بس في ناس بترتاح وهي بتستخدم النوع ده. عندي بعد كده الإبر الخشب، ودي الحقيقة مش متوفرة عندي، بس هتلاقوا على الشاشة دلوقتي الصورة بتاعتها. الإبر الخشب دي بيستخدموها برضو في شغل الكروشيه، بس عيبها إن هي بعد فترة ممكن الإبرة تفك من الخشب، فدي أنا منصحش إن احنا نشتغل بيها الأميجرومي، بس هي حلوة جدا جدا في شغل الكروشيه. في عندي كمان الإبر العاج، ودي إبر مخصصة للكليم، أرقامها بتبقى من 7 ل15. هتلاقوا الصورة بتاعتها برضو على الشاشة. حلوة جدا جدا لشغل الكليم ومريحة للإيد. النوع اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو الإبر السيليكون، ودي إبر حلوة جدا جدا، بتبقى عبارة عن إبرة واليد بتاعتها سيليكون، فبتبقى مريحة جدا للإيد. دي بتبدأ من رقم نص لحد أكبر رقم في إبر الكروشيه. يعني دي في منها مثلا بيبقى إبر للأميجرومي، وفي الإبر بتاعة الشغل العادي. النصيحة اللي أنا عايز أقولها، لما تيجي تشتري النوع ده من الإبر لازم تشتريه من حد موثوق فيه، عشان تكون الإبرة واصلة لآخر الجزء اللي فيه السيليكون، ما تكونش قطعة المعدن بتاعة الإبرة صغيرة فتتفك منك بعد فترة. وهتلاقوا الصورة بتاعتها دلوقتي قدامكم على الشاشة بتاعة الإبر السيليكون. في نوع تاني من الإبر صورته قدامكم دلوقتي على الشاشة، وهو الإبرة الكروشيه اللي بتبقى من الناحيتين زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. بتبقى إبرة كروشيه من الناحيتين، فيها خطافين، يعني إبرتين في إبرة واحدة. ودي الحقيقة أنا ما جربتهاش قبل كده، بس أنا لقيتها فحبيت أعرض النوع ده معاكم. زي ما حضراتكم شايفين كده صورتها على الشاشة. وطبعا النوع ده في منه أشكال كتير، في منه الألومنيوم بيبقى برضه من الناحيتين، وفي منه السيليكون زي اللي في الصورة كده. في عندي بقى أغلى نوع في الإبر، أغلى نوع في إبر الكروشيه هو الإبر التيوليب، لأنها بتيجي من اليابان. ودي في منها أشكال كتير، هتلاقوا أشكالها دلوقتي على الشاشة قدامكم بتتعرض ورا بعض. الإبر التيوليب دي غالية جدا، يعني الإبرة الواحدة في منها أنواع بتوصل الإبرة ل200 جنيه، وفي نوع بتبقى الإبرة ب70 جنيه. فدي يعني أحسن أنواع إبر ممكن تشتغلي بيها، بس طبعا أنا منصحش للمبتدئين إن هم يجيبوا إبرة ب70 جنيه عشان يتدربوا فيها. دي للمحترفين، المحترفين هم اللي بيشتغلوا بالتيوليب، لأنه بيكونوا طبعا اشتغلوا وسمعتهم معروفة وشغلهم معروف، بيريحوا نفسهم وبيجيبوا الإبر التيوليب لأنها مريحة جدا في الإيد، أحسن من السيليكون.
تمام. هنبدأ دلوقتي. احنا اتكلمنا عن الإبر بكل أنواعها، وأنا الحقيقة جبت لكم الأنواع على قد ما قدرت. دلوقتي هنتكلم عن الأدوات التانية اللي بيحتاجوها المبتدئين. المبتدئين هيحتاجوا ايه؟ طبعا هيحتاجوا إبر تنظيف، ودي في منها 3 أشكال. أول شكلين معايا أنا مجمعهم مع بعض هنا أهو. عندي أهم في إبرة اهي، هتلاقوا الفتحة بتاعتها واسعة اهي ومش مدببة، ودي بتستخدم في شغل الكليم. وفي النوع ده اهو زي ما انتوا شايفين مدببة اهي، والفتحة بتاعتها اضيق شوية من دي بتستخدم في تنظيف شغل الكروشيه العادي. انا الحقيقة جبت ده من شركة ماريوت، في 5 إبر بتوع الكليم ب5 جنيه. الكارت ده ب5 جنيه، لكن دول انا جبتهم من مكان تاني جنب بيتي، ال3 ب9 جنيه تقريبا. النوع التالت من إبر التنظيف وهو النوع البلاستيك اهو، دول انا جبتهم من شركة ماريوت ب5 جنيه. الكيس ده ب5 جنيه، فيه 6 إبر، 3 إبر كبار و3 إبر صغيرين. المبتدئين هيحتاجوا ايه تاني؟ الماركر، ستيتش ماركر او علامات الغرز اهي. انا جبت الكيس ده من عند شركة ماريوت الحاج احمد عبد الراضي اهو. الكيس فيه كذا واحدة بكذا لون ب5 جنيه، في حوالي يمكن 15 او 20 واحدة اهو. لو انتي ما بتفضليش تستخدمي الماركر النوع ده، ممكن تستخدمي البنسة. المبتدئين هيحتاجوا ايه؟ هيحتاجوا مقص. انا الحقيقة عندي دول برضو، ال3 دول انا جايبهم من شركة الحاج احمد عبد الراضي، شركة ماريوت. دي مقص تشطيب اهو اهو، دي انا جبتها ب7 جنيه. وفي المقص ده مقص كبير جبته ب12 جنيه. وفي المقص ده، وبصراحة ده احسنهم اهو، هو اصلا اسمه مقص كروشيه اهو. ده انا جبته ب30 جنيه او 35، يعني يا 30 يا 35 اهو. وده احسن مقص ممكن تشتغلي بيه ايه في الكروشيه يعني. اخر حاجة هنتكلم عليها هي المازورة او وحدة القياس. انا جبت دول من عند الحاج احمد عبد الراضي برضو، هو عنده نوعين. النوع الاول ده اللي هو المازورة العادية اهي، دي انا اشتريتها ب5 جنيه اهي. وفي عنده بقى دي اهي، زي ما انتوا شايفين ارقامها واضحة جدا. وبعد ما بقيس بروح دايس هنا ترجع تتلم تاني. دي انا جبتها ب35 جنيه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وهتلاقوا دلوقتي على الشاشة صورة الكارت بتاع شركة ماريوت للحاج احمد عبد الراضي. تقدروا تتصلوا بيه وتسألوا عن كل حاجة انتوا عايزينها. وعلى فكرة هو عنده انواع تانية من الابر ممكن اكون انا ما اتكلمتش عنها. انا اتكلمت عن الانواع اللي انا اعرفها. لو عجبكم فيديو النهاردة اتمنى تدوسوا لايك وتشيروه مع اصحابكم عشان يستفيدوا زيكم. ولو عندكم اي سؤال اكتبوهولي تحت الفيديو، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.